ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. والنهارده معايا فيديو جديد وروتين جديد. ما تنسيش اعمل لك الفيديو ده، ولو اول مره تشوفيني انا ماري من قناه ماري منصور فاميلي. اعمل لايك واكتبي لي كومنت حلو وانا ارد عليك. بصوا بقى النهارده ده الفيديو ده بتاع شم النسيم. بصوا بقى له قد ايه وما نزلتوش، معلش غصب عني، عندي النت عاملها معايا، فعشان كده بنزل لكم الفيديوهات متاخر وبنزلكم يوم ويوم لا لحد ما الدنيا تتظبط معايا وابدا انزلكم ان شاء الله كل يوم. بصوا بقى جبت الرنجه اللي هي المغلفه دي، وعارفين الطاسه بتاعت الكريب دي. هي كانت طاسه بتاعت كريب وانا استغنيت عنها علشان ملهاش حافه كده، فكانت بتضايقني وانا بعمل بيها. حطيت الرنجه كده على الطاسه بعد ما الصينيه دي بعد ما سخنت، وبدات ان انا اشويها من ناحيتين، لان لما تيجي بتتشوي كده الجلد بتاعها بيقشر. الفيديو معايا النهارده حلو جدا، في تفاصيل كتير قوي هتعجبكم قوي. انا كنت واقفه مش لوحدي في المطبخ، كان معايا حد، فما كنتش عارفه اجيب يعني تفاصيل كتير، فاستحملوني بقى في الفيديو ده هيعجبكم جدا جدا. وكمان هنقعد في الروف كده قاعده حلوه، وهصور لكم كمان في الروف وانا بحط الاكل والكلام ده. فتعالوا نشوف هنعمل ايه. بشويها من ناحيتين، في ناس بتسلخها كده يعني لو بتشيل الجلد قبل ما تتحط على النار خالص، لا انا بحب اعملها كده، اللي هو ايه، حطوها على النار تبدا الجلد بتاع الرنجه ده يطقطق كده ويتشال لوحده او يلم لوحده من الماده الدهنيه اللي عليه. كمان هنعمل ملوحه برضو معاكم النهارده، فهتشوفوا كل حاجه زي ما قلت لكم مع بعض في الفيديو ده ان شاء الله. وهنعمل بقى شويه حبشتكنات كده بقى خاص بقى، وكابوتشا وبصل، وبصوا حاجات كتير قوي. فتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. ولو ليها طريقه تانية الرنجه ممكن تقولي عليها ان انا اجرب واشوف بتتعمل ازاي وكده. بصوا انا بسيبها بقى الجنب ده كده بدأ يفتح الجلد بتاعه، بقلبها على الناحية التانية. وزي ما قلت لكم كان معايا حد في المطبخ فبينضف دلوقتي في الملوحة، فانا هوريكم وانا بنضف دلوقتي برضو معاكم في الملوحة. شكرا للناس الجديدة اللي دخلت لي في الفيديوهات اللي فاتت والتعليقاتكم الحلوة بجد، يعني ربنا يخليكم يا احلى ناس في الدنيا. بس زي ما قلت لكم انا غصب عني مش عارفة اعلق لحد ولا، بصوا يعني ادعولي الشبكة تتظبط وتبقى حلوة، فان شاء الله يعني هرجع ارد عليكم وانزل لكم فيديو كل يوم. بصوا بعد ما خلصت بقى بقلبها كده، واللي استوت بشيلها خالص. ولما تنزل دهون شايفين هي عملت ازاي، وبتنزل دهون بحطها في الحوض كده اصفيها وارجع احطها تاني، وابدا ان انا اشوي عليها الرنجة تاني. ممكن تشويها على البوتاجاز، لا بتخلي ريحه البوتاجاز كله وريحه الرنجه، يعني كده بتبقى نظيفه. وفي نفس الوقت لما بتنزل زيوت بحطها كده فين في الحوض زي ما قلت لكم، بعد كده بصبن بقى الصينيه والحوض وكل الكلام ده اللي انتوا شايفينه. فبعد كده ايه، بصوا الصينيه بتبقى سخنه ازاي، وانا ببدا ان انا افتح الكيس المغلف ده وابدا ان انا احطه على الصينيه. انا شكلي نسيتها ولا ايه ولعت بقعد اقشر كده. بصوا عقبال ما فتحت الرنجه والكلام ده، بصوا باخد كده بفتح بالمقص وبفتحها بالطول اللي هو الكيس نفسه بتروح طالعه معايا على طول. وهنا بدأت احط كده رنجايه تانية كمان، هعمل الكميه اللي هتكفيني لان عندي ضيوف، فزي ما قلت لكم عشان كده ما عرفتش اصور، وفي نفس الوقت كان في حد من الضيوف يعني بيساعدني في المطبخ، فجبت لكم يعني اللقطات اللي هي المهمه او التفاصيل المهمه. هوريكم برضو القعده بتاعتنا هتبقى في الروف عامله ازاي وكده. برضو حطيت بصوا الرنجه بقى، بصوا هنا سرحت لكم المقطع ده شويه علشان اسهل يعني الدنيا كده في الفيديو. انا عارفه الفيديو ده مش طويل قوي بس هيعجبكم جدا وحلو قوي ومميز كمان لان بنعمله كل سنه مره. بس كمان بغسل يعني بحط الرنجة كده، بس انا عشان بصور لكم غسلت البصل وغسلت الكابوتشا وغسلت ايه تاني والله ما فاكره، خس، وظبطت الدنيا يعني بحيث ان انا بصوا الرنجايه دي لما طولت عليها قوي وجيت قلبتها الناحيه التانية فتحت. بعمل ايه، بشيل الراس واشيل القلب بتاعها واشيل الشوكه اللي في النص دي، وابدا ان انا افصصها كده واعصر عليها ليمون. والملوحه بعملها كده برضو بقشرها، وبعد ما بقشرها كمان بقشرها على كيس، وبعد ما بقشرها ببدا ان هنا واطلعها وابدا ان انا افتحها كده واظبطها يعني، واشيل كل الكلام اللي انا قلت لكم عليه.
خلاص بصوا بقى الزيوت اللي نازله من الرنجه عامله ازاي. خلاص بقى خلصت بقى الرنجه وطلعت ايه البطارخ كده لوحديها والرنجه لوحديها، وبدات ان انا افصص فيهم وانضفها يعني. بس زي ما قلت لكم كان في حد معايا في المطبخ فما كنتش عارفه اصور قوي يعني، ولما يكون في ضيوف ببقى ملخومه يعني، مهتميه اكتر بالناس اللي عندي، ف مش عارفه بقى، مش عايزه اضايقهم يعني بصور والكلام ده، لا عايزه اديهم اهتمام اكتر يعني. بس بجد كان يوم حلو، كنا مبسوطين، يوم حلو جدا، الحمد لله يعني اتقضى على خير، والاكله عجبتهم طبعا. واصلا الاكله دي بتحب اللمه. بصي هي كانت بتنضف معايا الملوحه، وانا كنت ماسكه الرنجه يعني اللي هي بتشيل برضو القشر بتاع الملوحه كده، بيبقى لها قشر لو واخدين بالكم من ايديها كمان باينه جنبي اهي ماسكه سكينه، وبتفتح بطنها وتشيل الحاجه وتشيل الراس وتشيل السلسله اللي هي الشوكه اللي في النص دي، وبنفتحها وخلاص بقى بنرصها. وكمان ظبطنا الخس زي ما قلت لكم، كل الكلام ده على البار اللي بره. بصوا هنا بقى بعمل ايه، انا شلت بقى، انا هنا لسه بخلص الرنجه بتاعتي، فيها كام فتفوته كده بس هعملها وخلاص. زي ما قلت لكم بحط كده بفرده في الطبق وببدا ان انا اشيله. في ناس بتحب تعمل سلطه رنجه، لا هما مش بيحبوا الرنجه عليها طماطم وخيار وبصل والكلام ده، لا احنا بنحط كل حاجه لوحديها يعني، والاكل بقى مزاج يعني، فاهميني اللي انتوا تحبوه اعملوه بقى. بس انا حبيت اوريكم يوم. بص بقى بمسك الرنجايه كده واقطع راسها كده، خلاص بقى هركنها على جنب كده. بصراحه اليوم ده المطبخ كله بقى ريحته زفاره يعني، هو ما فيهوش حاجه، ما معناش حاجه على المطبخ، بس الريحه بتاعت الزباله كانت قلبة الدنيا، لان عملنا كميه كبيره شوفوها معايا دلوقتي، فكانت يعني ريحه ما شاء الله. بطلع على الشقه كده. بص البطارخ بتاعتها عامله ازاي، الرنجه كانت حلوه جدا، البطارخ بتاعتها حلوه قوي، فبجد يعني عملوا كميه بطارخ كده، طبق حلو يعني فاهميني. بس والرنجة برضو كانت اللحمة بتاعتها اللي هي دلع مش ملحة، وطبعا في ناس بتحب الملوحة وفي ناس بتحب الرنجة، فده أذواق يعني، في ناس ما بتحبش الاتنين. بصوا انا عارفة ان انا هجوعكم، اكيد هتشوفوا الفيديو ده هتجوعوا يعني، عشان انا اصلا اكلت وشفت الفيديو ده وانا بمنتجه، فانا جعانة دلوقتي عايزة اكل ملوحة تاني ورنجة. بامان. بصوا بفصصها كده، شايفين السلسلة بتطلع في ايدي عاملة ازاي. طبعا هي بتساعدني من ناحية تانية، وتاخدين بالكم شايفين دي ملوحة بنطلعها وبنقشرها كده، وتقطع برضو الراس، لان احنا مش بناكل الراس، في ناس بتحب تأزد، دي حرية شخصية. بصوا بشيلها ازاي. بصوا بقى الرنجة طالعة معايا حلوة ازاي، ولونها كمان حلو، وما فيهاش شوكة، حتى الشوكة الرفيع ده ببدأ اشيله كده بيطلع معايا بكل سهولة. قطعها كده عشان هي دايبة اصلا مش مستحملة، فممكن تقطعيها بايديكي وممكن تقطعيها بالسكين. ببدأ ان انا نرصها كده في الطبق. بصوا خلصت بقى الم بقى كل ده، وعلى الباسكت بقى طبعا الرخامة دي عايزة تتصبن، والحوض والكلام ده هعمله ان شاء الله. خلاص بقى خلصت كده، قلت اغسل ايديا علشان اصور لكم بقية الحاجة يعني، اعرف اصور لكم، وما بحبش ايدي زفرة بصراحة من الرنجة يعني ومن الملوحة. والصينية دي بتتغسل بقى، دي مخليها انا اللي الرنجة على طول اشوي فيها الرنجة. بصوا بقى كمية الملوحة اللي معانا كويسة، والرنجة بقى فصصناها، وهبدأ ارص لكم الحاجة كده على البوتاجاز، على البوتاجاز سوري في الكلمة، علشان اعرف اصور لكم. بصوا بقى طلعت كده كل حاجة رصيتها على البوتاجاز، البوتاجاز مش سخن ولا حاجة، لا بارد يعني، حطيت على العين اللي بعيد كده شوية، اللي هي ايه مش عندي السخنة دي، لا اللي كنت بعمل عليها، لا جبت ليمون كده، اهم حاجة في الموضوع الليمون، تتعصر بقى على الرنجة كده وعلى الملوحة كمان، وتديني طعم حلو جدا. في ناس بقى بتعمل طحينة، بس انا في اليوم ده ما عملتش طحينة ولا حاجة، فانا هوريكم عملت ايه. غسلت السكينة كده وغسلت الليمون علشان ابدأ ان انا اعصر ليمون يعني على الحاجة. هنا طلعت كده الكابوتشا والحاجة، وكنت مظبطاها يعني، بس كنا ساندينها على الرخامة، وبدأت كده ايه ان انا اشيل الاطباق كده واطلعها ايه على الرخامة، علشان انا هنقعد نفرش كده زي ما قلت لكم، احنا كتار فهنفرش ونقعد في الروف عشان ناكل براحتنا. خلاص هنا بقى بدأت كده انضف كده الرخام، عشان خلصت الرنجة بدأت انضف الرخام. بصوا بقى عملت ايه،
حطيت الرنجة والملوحة ووزعت كده على الاطباق، وحطيت كمان البطارخ كلها لوحديها، وخلاص كده ايه الجزء ده يعني خلاص. متهيألي في طبق تاني ناقص مش عارفة لسه، بس لا عملت ايه كام طبق حلوين، يعني طبقين رنجة وطبقين ملوحة وطبق كده حلو بطارخ. فهطلع بقى الاطباق دي كلها بره، وهعصر عليها كمان ليمون. انا مش عارفة المقطع اللي بعصر عليه الليمون راح فين، هو موجود تقريبا يعني، بس لا اهو هعصر عليه ليمون. في طبق فعلا ملوحة لسه ناقص، ما انا قلت كده برضه. فهعصر كده ملوحة ايه انا بصراحة شفت الملوحة الرقيق جري اصلا. بصي هعصر عليها كده ليمون، بصي هعصر عليها ليمون كده كمية على قد، واللي عايز كمان يزود. فاهمني؟ في ناس بتحب تعمل طحينة، بس انا في اليوم ده ما عملتش طحينة، انا عملت بصل وخس. وهتشوفوا معايا حاجات كتير قوي في الروف دلوقتي لما افرش المراية وابدا ان انا احطه معاكم الاكل. خلاص قولوا لي بقى في اليوم ده انتوا عملتوا ايه، وايه رايكم في الاكله بتاعت النهارده. تعالوا اوريكم بقى التجهيزات اللي انا عملتها. بصوا عملت ايه، نضفت البصل وكمان الخيار، وحطيت فلفل كده احمر وكابوتشا وخس. وبصوا الاكله جامده جدا. بصل اخضر طبعا متحلاش غير بصل اخضر، وقلت اعمل خيار طرنشات كده، وده الخس بتاعي، وكابوتشا وفلفل والملوحه بقى والرنجه والكلام ده. تعالوا بقى نحط كده في الروف وقولوا لي ايه رايكم. سخنت كمان العيش في الميكروويف، و اكله جامده بجد والله. تعالوا اتغدوا معانا ايه، تعالوا كلوا معانا. بصوا بقى لسه في عيش في الميكروويف، فرشت هنا في الروف ملايه كده، وحطيت بقى رنجه والملوحه، وحطيت بقى ايه الخيار بقى، واحط الخس والكلام ده. بدات ان انا اوزعه بحيث اي حد قاعد من اي ناحيه طول رنجه وملوحه، وفي نفس الوقت يبقى الاكل يعني في متناول الايدين كده والجميع. زي ما قلت لكم كان عندي ضيوف، فكان لازم يعني اعمل كميه حلوه يعني تكفينا. وكمان البصل الاخضر ده بشيل الحته اللي من ورا دي، وبشيل الزرع بتاعه. اعملوا لايك الفيديو ده زي ما انتم شايفيني كده، واقول لكم اعملوا لايك. ايه رايكم؟ بدات ان انا اوزع كده ورصيت الحاجه وجبت العيش، وهجيب ميه كمان وهنقعد ناكل بقى وبالهنا والشفا اللي اكلوا. طبعا نوروني واعملوا لايك الفيديو ده، ولو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. يلا باي باي، احلى ناس في الدنيا، باي.